في صدد الحديث عن خالد سعد الحلي واغنيته مسافرين. صار خلاف بينك وبين كريم منصور على هاي الاغنيه؟ السبب؟ هاي شغلتها، يعني اتذكر كان عنده مكتب هو بالكراده. نعم. هو وابوه سعدي. نعم. فكنا رايحين يم سعدي، نروح يمه، يعني احنا بالكراده نروح انا وكريم بالليل يم سعدي وخالد، ويجون مطربين، يجون اصدقائنا يعني. ف سمعت الاغنيه الخالد كاتبها سعد قاسم. الاغنيه. نعم. ما سامحها كريم. وكنا انا قلت لك انا وكريم كنا انا نازل بالثوره. شو يسموها؟ فوياي كريم انا اجيبه بالسياره. فذاك اليوم انت سمعت خالد كريم يمي في مال لا يا مسافرين. الاغنيه حلوه. من جايين ننزل. نعم. ونريد ورايحين لهن للبيت. راجعين انا كنت بالتجار. هو كان بالثوره يسموها. فبالطريق نفوت على مسرح قريب مسرح هذا المسرح القومي العراقي. أنا السيارة كانت عندي، أنا أوصل كريم للثورة هناك أروح له. قال لي كريم نزلني. وصلنا المسرح الوطني. هم ذولاك بالكرادة داخل. قلت شلون غير أوصلك؟ قال لي لا وصلني أستاذ. زعلان. أنا ما فكرت أول مرة. قال لي نزلني أستاذ. قلت له شلون أنت تروح؟ قال أنا بسرعة راح أشتري، أكو بيبيعون شو اسمه حلويات وشغلات راد يشتري. نعم. يقول اشتري، أنا ما أدري، حبالي صدق اشتري. نعم. فنزل حتى انتظره ساعة بالوحدة بالليل. بس أنا ظليت شلون أخلي كريم وأروح. تالي طخت براسي. قلت هذا كريم زعل عن الأغنية. لين ما انطيتها. لين ما انطيتها الأغنية. أنا قلت له حتى بعدين هو عاتبني ورا فترة. قلت له أدري الأغنية أنا ما مطيها لهم. سعد قاسم طاها، هي تأليف. هو راتته. هو طاس وسعدي هم كان يجي بالمكتب. أبوه. نعم. فقلت له هو طاها، وخالد رعد الأول مرة يغني.